بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا شباب هنبدأ مع بعض محاضرة جديدة النهاردة، وأتمنى تكونوا بتفهموا المحاضرات وأتمنى تكونوا بتفهمونا بس كده، مش عايزينها أكتر من كده، وإنكم تدعمونا بس مش أكتر. تمام. ان شاء الله هنبدأ مع بعض محاضرة جديدة. هي محاضرة كويسة وسهلة ان شاء الله، بس مليانة يعني فيها كلام كتير. عايزك تركز معايا بس وهتفهم كل حاجة وكل كلمة موجودة فيها. هنتكلم عن ايه يا باشا؟ قالك هكلمك النهاردة عن البلاد فيزلز، الأوعية الدموية. ايه البلاد فيزلز؟ اللي هي الأوعية الدموية. يبقى الأوعية الدموية مليانة كلامها كتير، بس هي سهل والله والتمام ومية مية. ما تقلقش، ما تقولش هم يعني. ان شاء الله تابع واحدة واحدة عشان ما تتوهش مني. تمام. يبقى هنتكلم عن ايه؟ عن البلاد فيزلز. ايوه كده تمام، بصحصح معايا من الاول. البلاد فيزلز قالك ار 3 كايندز، يعني لما تتكون الاوعية الدموية من 3 انواع، يا اما ارتريز، يا اما شرايين، يا اما فينز، يا اما اوردة، يا اما ايه كابيلاريز، يا اما ايه شعيرات. يبقى الاوردة ديت البلاد فيزلز، قصدي الاوعية الدموية ديت عم تتكون من 3 حاجات، يا اما ارتريز، يا اما شرايين، يا اما فينز، يا اما اوردة او الكابيلاريز اللي هي الشعيرات، زي الشعيرات الدموية. تمام. اللي هي الشعيرات اللي هي الارتريز، الشعيرات الدموية. تمام. قصدي الشعيرات اللي الدموية. تمام. يبقى نتكلم عن البلاد فيزلز. قلنا البلاد فيزلز عم تتكون من 3 انواع معروفين ومشهورين جدا، اللي هي الارتريز، الشرايين، والفينز، الاوردة، والكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية. اول حاجه نتكلم عنها اللي هي الارتريز. ايه الارتريز ديت؟ اللي هي الاوردة. الاوردة دي مالها يا عمي؟ قالك ار تيوبز زي كونفي البلاد. قالك الشرايين دي او انابيب الشرايين. الارتريز الشرايين دي ايه؟ تعتبر تيوبز، انابيب، تستخدم لكونفري البلد، عما تنقل الدم from the heart. they branch and re-branch and become successively narrow. تمام. يعني الكلام ده قالك ان الشرايين دي انابيب عما تنقل الدم من القلب، عما تبتدي تاخد الدم من الايه؟ من القلب. from the heart، تبتدي تنقل الدم من القلب، وعم تبتدي تعمل ايه؟ برانش. زي برانش يعني عم تبتدي تتفرع، and re-branch وتعيد تفرع، تتفرع اكتر واكتر، and become وعما تصبح narrow وتصبح اضيق واضيق على الايه؟ successfully يعني على الايه؟ التوالي. انت تصبح اضيق واضيق. ان الارترز الشرايين كل ما تبتدي تفرع اكتر كل ما تضيق اكتر. يعني لما يصبح مثلا وليكن عندك شارع كبير، الشارع فيه منه تفرع هنا وتفرع هنا، الجسر العمومي يعني في شارع هنا وشارع هنا وشارع هنا، كل التفرعات دي كل ما تروح هتضيق اكتر. تمام. هي زي الايه؟ الارترز بالظبط، زي الشرايين. قلنا الشرايين دي انبوبة اللي هي الشارع الكبير، عم يبتدي ينقل الدم بمعنى صح من القلب، عم يبتدي ينقل الناس جواه من المكان او مثلا من الموقف اللي هو الايه؟ القلب، يبتدي ينقلها على الجسر العمومي، وبعد كده يبتدي يتفرع تفرعات صغيرة تصبح اضيق واضيق على الايه؟ على التوالي. تمام. قالك when reduced to diameter قالك ايه؟ عند تقليل قطرها ل3/10 أو 3/10 كولد ليه؟ الكابيلاريز تسمى الشعيرات الدموية. لما نبتدي نستخدم الارتريز دي ونقلل القطر بتاعها ل3/10، ان القطر بتاعها يكون 3/10 ملي متر، هنبتدي نطلق عليها الايه؟ الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية. of 7 متر in diameter قالك ايه؟ لما يبلغ قطرها 7 أمتار، يبقى القطر بتاعها 7 متر. لو قللنا القطر بتاعها ل3/10 تصبح الايه؟ الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية. تمام. قالك ان الكابيلاريز from an anastomosing network or capillary bed from which vessels have their course. يعني الكلام ده
قال لك الشعيرات الدموية from anastomosing يعني ديت من شبكة نتورك. انستموزنج شبكة مفاغرة. يعني شبكة مفاغرة يعني شبكة متفرعة تفرعات كتيرة بمعنى صح. تمام. او كابيلاري بيد او سرير شعري يعني زي فرشة كبيرة كده مليانة شعيرات دموية بمعنى صح. زي وليكن السرير زي ما يكون انت سرير ورام عليه شوية حاجات كتيرة يعني بمعنى صح شعر كتير كده. تمام. ده تشبيه للشرايين قصد الشعيرات الدموية الموجودة فيها. وانت عارف كده الشعيرات الدموية مثلا وليكن موجودة في الأنف في كثير منها. تمام هكذا. قال لك واللي ما يكون فيها الأوردة واللي موجود فيها الفينيلز اللي موجود فيها الأوردة وليها كمان كورسز ليها مسارها. وهنبتدي نقول يبقى تاني يبقى قلنا الجرافيلز عم يتكون لثلاث حاجات يا إما ارتريز يا إما فينز يا إما كابيلاريز يا إما شعر الدم. الارتريز دي تيوبز ديت أنابيب يعني تبتدي تنقل الدم من القلب توديه للإيه توديه للتفرعات. كل شوية تضيق لحد ما كل شوية تضيق لحد ما تصبح التفرعات أكتر وأكتر. تمام. ولو جينا قللنا القطر بتاع الارتريز لو قللنا القطر بتاعها 3/10 يبتدي يبقى كابيلاريز يبقى شعيرات دموية. لأن القطر بتاع الارتريز كام 7 متر. القطر بتاع الارتريز 7 متر. لو قللنا القطر بتاعه 3/10 هيبقى كابيلاريز يبقى شعيرات دموية. والشعيرات الدموية دي تعتبر شبكة كبيرة نتورك شبكة مفغرة يعني شبكة كبيرة جوي أو منتشرة بمعنى صح. تمام. قال لك لو ممكن يعدي من عندها كمان اللي هي الفيزلز وليها كمان مسار اللي هي الفينز قصدي وليها كمان مسار. تعالى بقى نتكلم عن الفينز. قال لك ايه الفينز are the tubes that carry the blood back to the artery veins. يعني ان الفينز ديت الاوردة عم تبتدي ترجع الدم بقى للقلب. هي انابيب هي تيوبز بس عم تبتدي ترجع القلب ترجع قصد الدم للقلب. يعني عندك الشارع العمومي التاني والناس قاعدة في بيوتها في التفرعات تيجي بقى يروح الأوردة ديت تروح داخلة جوه التفرعات وتروح الشارع الكبير ترجع الناس عند الموقف تاني اللي هو ايه عشان مثلا تروح شغلها ترجع تاني البيت وهكذا. تمام. يبقى انا بمثلها لك اهو عشان تفهم معايا واحدة. تمام كده. تمام. يبقى قال لك ان الفينز دي تيوبز الاوردة دي انا بيبقى عم تنقل الدم من الاوردة للقلب او عم تنقل الدم من الاوردة القلبية عم ترجع الدم للقلب تاني. accompany arteries and have a same pattern يعني يعني قالك عم تصاحب الشرايين وليها نفس النمط. يبقى الفينز يعني الارتريز جنبيه فينز يعني الشرايين مصاحبة الأوردة وليها نفس النمط. يعني واحد ياخد والتاني يرجع بمعنى صح. تمام. قالك the branches being called tributaries قالك وعم تسمى الفروع الروافد تسمى التريبيتيورز اللي هي الايه الروافد. والفروع ديت اللي هي البرانشيز بتاع الفينز. الفروع بتاع الفينز ديت تسمى الايه التريبيتيورز اللي هي الروافد. تمام. كلك بيلو ذني تحت الركبة او اندر الني تحت الركبة عند القلب والكوع. الارتريز ار كلوزلي اكومبينينج تحت الركبة والكوع ديت الشرايين بشكل وثيق عم تبتدي مصحوبة الشرايين يعني الشرايين مصحوبة بالأوردة بشكل كلوزلي وثيق يعني موثقة أو بمعنى صح. تمام. باي فين كولد فينا كوميتنت باي فينز اللي هي بالأوردة. وتسمى الفينا كومنتس اللي هي الأوردة الصادرة تمام. one each side one on each side واحد على كل جانب. veins have valve to allow the passage of blood in one direction واللي عم تحتوي الأوردة على صمام للسماح بمرور الدم في اتجاه واحد. هتقول لي انت لخبطتني. هقول لك ايوه انا فعلا اتلخبطت. ليه؟ قلت لك كلامها كتير بس هي سهل. تعالى تاني في الفينز. تمام. الفينز ديت تيوبز. قلنا ان الفينز ديت تيوبز انت اكيد دارسها في ثالثه ثانوي وعارف كلام سهل بالنسبه لك بس واحده معايا. تمام. يبقى قلنا الارتريز عم يبتدي ياخد الدم من القلب يوزعه في اجزاء الجسم.
الكابيلاريز اللي هي الاوعية الدموية، لو صغرنا القطر بتاع الارترز ل3/10 هتبقى كابيلاريز، هتبقى شعيرات دموية. تمام كده؟ تمام. الفينز بقى بيبتدي يرجع الدم للقلب تاني، ياخد الدم من الشعيرات الدموية، قصدي ياخد الدم من الارترز من الشرايين بعد ما خدته من القلب ووزعته في الجسم، يبتدي يلم الدم تاني ويرجعه للهارت، للقلب. تمام كده؟ تمام. وقال لك ان الارتريز جنب الشريان ما يبقوا مصاحبين لبعض، واحد ياخد والتاني يرجع. تمام. وما تسمى الفروع ديت، الفروع بتاع البرونشياز بتاع الفينز تسمى تريبيتيورز، تسمى روافد. تسمى ايه؟ روافد. يبقى الفروع بتاع الفينز تسمى ترابيتيورز اللي هي ايه؟ روافد. تمام كده؟ تمام. قال لك ودي موجودة بلو الذني او القلب، وموجودة تحت الني وتحت الركبة. تمام. قال لك ان الارتريز ار كلوزد اكومبينند، يعني قال لك ان الشرايين مصحوبة بشكل وثيق باوريد، ان الشرايين جنبيها وريد، يعني كل شريان جنبي وريد، كل شريان جنبي وريد، كل شريان جنبي وريد. يبقى معظم الشرايين ومعظم الاوردة مصحوبة ببعضها، يعني مغلقين على بعضهم، يعني بمعنى صح ما يحموا بعض. عم تسمى الفينا كومبوننت اللي هي الشبكة المتحدة اللي هي محتاجة مع بعضها، يعني بمعنى صح صادرة مع بعضيها، الاتنين جنب بعض بمعنى صح ما يحموا بعض. one on each side، يعني كل واحد على كل جانب، يعني الاتنين جنب بعض بمعنى صح. اما اقول لك اتنين بس احنا واحد، يعني احنا اتنين جنب بعض بس احنا واحد. تمام كده؟ تمام. الفينز هافا فالفا، اخر حاجة ان الاوردة فيها فالفا، فيها صمام عم يسمح للبلاد وان دايركشن، قول عم يسمح الحركة في البلاد في وان دايركشن، اللي هو عم يبتدي ياخد الدم من القلب، ياخد الدم قصد من جميع انحاء الجسم، ويبتدي يرجعه القلب. بعد كده يقفل الصمام دوت لحد ما يضخ الدم تاني، يرجع الدم، يفتح الصمام ويدخل الدم للقلب، وهكذا على طول. تمام كده؟ نيجي بقى للصفحة اللي بعدها. قال لك برضو قلنا ان البلاد فيسلز دي فيها عجن كتير، فيها كلام كتير، بس هي كويسة والله. تمام. نيجي بعد كده قال لك ايه؟ قال لك هسألك سؤال. قال لي اسأل. قال لك ايه يا عمي؟ قال لك where are the connection between the arteries and the vein؟ ايه الحاجة المرتبطة او ايه الرابط بين الشرايين والفينز؟ احنا عمالا نقول شرايين وده مصاحب لده وده جنب ده واتنين بس احنا واحد. قال لك ايه الحاجات المصاحبة للارتريز والفينز الشرايين، او ايه الحاجات اللي عم تربطهم ببعض، او ايه اداة الربط بينهم بمعنى اصح. تمام. قال لك الارتريز ار كونكتد وفينز ثرو، ان الشرايين والاوردة دي عم ترتبط مع بعضيها عن طريق الكابيلاريز هي الشعيرات الدموية، وعن طريق الساينوسايدس اللي هو السينوسايدس اللي هي أشباه الجيوب اللي هي بمعنى صح شعيرات دموية بس كبيرة شوية. تمام. فدي تسمى الساينوسايدس اللي هي أشباه الجيوب. تمام. الارتيريو اللي هي مفاغرة الشريانية اللي هي النيتورك كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية المفاغرة ديت، اللي هي عبارة عن ايه؟ عن نيتورك كبيرة من الشعيرات الدموية. والفينوس استوموزيس اللي هي المفاغرة الشريانية الوردية، الارتيريو فينوس انستوموزيس اللي هي المفاغرة الشريانية الوردية اللي عبارة عن نيتورك كبيرة بمعنى صح. تمام كده؟ اللي هي دايركت كونكشن، اللي هي وصلات دايركت مباشرة. يبقى أداة الربط اللي عم تربط بين الارتريز والفينز الشرايين والأوردة قلنا الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية وهي أشباه الجيوب، وكمان المفاغرة الشريانية الوردية اللي هي النيتورك اللي هي الشبكة الشريانية الوردية مع بعضها في شبكة عم يتجمع الشرايين مع الأوردة فيها عشان ده يودي ده يسحب يودي للقلب تاني. تمام. قال لك هسألك سؤال تاني يا عم. قال له اسأل. طولت الأسئلة بس اسأل. قال لك what are the end arteries؟ يعني الكلام ده يعني ما هي نهاية الشريان؟ عندك شرايين، ايه النهاية بتاع الشرايين؟
قال لي هجاوبك عليه برضه. end arteries are arteries of insufficient anastomosis in a way than when obstructed it is likely to lead to local death. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الشرايين end arteries are arteries، الشرايين الطرفية هي شرايين، end arteries او نهاية الشرايين هي شرايين برضه. تمام. قال لك of insufficient anastomosis اللي هي عن طريق شرايين ذات مفاغرة غير كافية بالطريقة انزويزة when obstructive التي يتم بها انسداده in it is likely to lead to local death، وهي تؤدي الى الموت المحلي. يعني الكلام ده يعني نهاية الشرايين ديت مالها يا عمي؟ نهاية الشرايين ديت هي شرايين مفاغرة، يعني بمعنى صح نيتورك كبيرة من الشرايين غير كافية ان هي تسد نفسها، او غير كافية ان هي تسد نفسها، قصد غير كافية ان هي تسد نفسها بالطريقة المطلوبة. عشان كده لو ما ارتبطتش معاها الفينز في الحتة ديت هيبتدي يحصل اللوكال ديث اللي هو الموت المحلي. عشان كده لما اقول لك لو في نيتورك ارترز، لو في شبكة نيتورك ارترز او اللي هي الاند ارترز اللي فيها نيتورك شبكة كبيرة، فيبتدي يتصل بيها الفينز على طول عشان الارترز تودي والفينز تسحب على طول، ما يحصلش اللوكال ديث دوت اللي هو الموت المحلي. تمام. قالك they are one several two coronary three central artery of the retina. يعني واحد cerebral واحد دماغي، واثنين coronary واثنين تاجية، وثلاثة central artery، ثلاثة شرايين شبكية return مركزي. تمام. 4 رينال، 4 كلوية، و5 سبلينش، و5 طحال، وال6 اللي هو الميسنتريكي اللي هو المساركي، وال7 العمود الفقري. تمام كده. تمام. يبقى النهايات بتاع الارتز موجودة في 7 مناطق، موجودة في 7 مناطق. اول حاجة قلنا السيربرال اللي هو الدماغ، الكوروناري اللي هي الشرايين التاجية، الكوروناري اللي هي الأماكن التاجية اللي هي موجودة فيها شرايين وتسمى على اسمها شرايين تاجية. تمام. والسنترال ارتري اوف ريتيرنيا اللي هي الشريان الشبكي المركزي، والرينال والكلى والسبلينش الطحال والميسنتريك اللي هي المساركي اللي هي قالك زي بمعنى صح يقولك عليها المصارين بمعنى صح. تمام. والسباينال اللي هو العمود الفقري. تمام كده. تمام. قالك خد مني كمان سؤال يا عم، انا هكثر عليك الاسئله انا عارف، بس خد مني كمان سؤال. تمام. قال له ماشي. قال له when the artery tortoise يعني هي متى تكون الشرايين متعرجة، مش يعني ستريت مش مستقيمة. قال له متى تكون الشرايين متعرجة. الارتريز are tortoise when supplying parts that are highly mobile like the cheeks and the lip. يعني and lips. اما تكون الشرايين ملتوية، اما تبتدي يكون عند التورتويز ديت الشرايين ملتوية او متعرجة عند امداد when supplying parts، عند امداد اجزاء شديدة الحركة ذات are highly شديدة الحركة مثل الموبايل لايك عم تشبه الشكس، تشبه الخدين and اللبس والشفتين اللي هي الفيسال ارتري اللي هي الشرايين الوجهية. ودي قال لك بروتريبيولا لايك الطنج عم تبقى بارزة. بروتريديبل يعني بارزة زي او تشبه عظام اللسان، او تشبه الحركات بتاع اللسان اللي هي اللينجوال ارتري، الشرايين الموجودة في اللسان اللي هي الشرايين اللسانية. تمام. اور اكسبنسيال او ممتدة لايك زي يوترس اند سبلين، زي اللي موجودة في اليوترس الرحم والسبلين اللي هو الطحال اللي هو اليوترين ارتري اند سبلينيك ارتري، الشريان الرحمي والشريان الطحال. تمام. يبقى تاني قال لك في شرايين متعرجة، قال له ايوه في شرايين متعرجة.
تمام. قال لك ان الشرايين المتعرجة ديت او الملتوية عم تبقى موجودة عند اجزاء شديدة الحركة او اجزاء عم يحصل لها تمدد بمعنى صح. تمام. لما تيجي تتحرك عم يحصل لها تمدد. تمام. فديت لازم يكون فيها الشرايين متعرجة، يعني بمعنى صح الشرايين متحركة، ممكن تتلوي كده فاهمني. تمام. قال لك زي الخدين ممكن لما تبتدي تفتح بوجك، والشفتين لما تبتدي تفتح بوجك ممكن الشريان يتفتح اكتر ويتمد اكتر ويرجع مكانه تاني، اللي هي عظام الوجه عموما او شرايين قصد الوجه عموما. وهكذا اللسان مش ما يبطل كلام، يبقى فيه الشرايين اللي هي موجودة تحت اللسان ديت، الشرايين ديت كمان شرايين متعرجة، يعني ليها حركة براحتها، تتحرك زي ما انت عايز. تمام. وفي قال لك كمان زي الشرايين اليوترس والسبلين، الشرايين الموجودة في اليوترس والسبلين الطحال. قال لك الشرايين الموجودة في اليوترس لما يحصل حمل يبتدي يوسع اليوترس، الرحم يبتدي يوسع مع كبر الجنين وكده، فيبتدي الشرايين الموجودة فيها برضو توسع معاه. تمام. او يحصل تعرج فيها براحتها. تمام. نيجي بعد كده للبلبيت ارتريز اللي هي الشرايين الملموسة. البلبيت ارتريز الشرايين الملموسة. قال لك some arteries can be palpated through the skin، ممكن تحس بعض الشرايين من فوق الجسم طبعا، انت ممكن تسحب منهم عين الدم اللي هو اختبار الدم يعني. تمام. يبقى في شرايين ممكن تحس انت اللي هي بتبقى على السكين من بره. there are common carotid. قال لك هذه هي الشرايين السباتي اللي هو الشرايين الكومون كاروتيد اللي هي الشرايين السباتية الشائعة، وشرايين الفيسل شرايين الوجه، والبرونشيال اللي هي العضدي، والريديال الشعاعي، والابدومينال ارويتيا اللي هي الشرايين الاورطي، والاورطي ابدومينال، الشريان الاورطي البطني، والفيمورال والفخذ، والبوستيريور تيبيال اند دورزال بيدياس، البوستيريور تيبيال اللي هي التيبيال الخلفي، والقدمين البيدياس الظهر بتاع القدمين. تمام كده. تمام. يبقى ديت بلبيت ارتريز اماكن فيها شرايين محسوسة او ملموسة، اللي هي قلنا زي موجودة على السكين من بره، زي الوجه والعضد والشرايين الاورطية اللي هي موجودة في البطن وهكذا. تمام. قال لك في مقارنة عندي بين حاجتين، بين difference between arteries and veins. الاختلاف بقى عمال اقول لي ايه اوجه التشابه الا لما اربطهم مع بعض، الا لما يكون الشرايين، الا لما يكون الاوردة وهكذا، او الاوردة اللي عم نبتدي نحسها والكلام ده كله. تعالى بقى ناخد الفرق بين الشريان والوريد. قال لك الديفرنس الاختلاف بين الارتري وبين الفين، بين الشريان وبين الوريد. قال لك الارتري كاري بلاد اواي فروم الهارت، يعني ان الارتري الشريان دوت عم يبتدي يسحب الدم من القلب يوديه لاجزاء الجسم او يحمل الدم بعيدا عن القلب. انما الفين كاري البلاد توورد الهارت، عم يبتدي يحمل الدم باتجاه القلب، يعني عم يرجع الدم تاني للقلب. ده الوريد عم يبتدي يرجع الدم تاني للقلب. تمام. يبقى الارتري عم يبتدي يحمل الدم من القلب يوزعه، الشريان الوريد يرجع الدم للقلب مرة تاني. يبقى الشريان يحمل الدم من القلب يوزع، والوريد يلم ويرجع القلب تاني. قالك الارتري بلاد اندر هاي بريشر، الدم تحت ضغط مرتفع. ليه؟ لان هم هيبتدي يضخ في الضخه ديت، الضخه هيبتدي الدم يبقى الضغط بتاعه مرتفع جدا، هو عم يضخ بنسبه كبيره عشان يوصل لجميع اجزاء الجسم، فالضغط بتاع الدم مرتفع جدا في حاله الارتري، او الضغط بتاع الدم في الشريان مرتفع جدا. تمام. انما في الفين البلاد اندر لو بريشر، الدم تحت ضغط منخفض على طول البريشر بتاعه، لان هو عم يحصل انبساط للقلب، فهيبتدي يرجع الدم مكانه. تمام. فهيبتدي يبقى لاو بريشر اللي هو الضغط منخفض. تمام. الارتري الشريان ده سيكنس وول، اللي هو الجدار بتاعه سميك، لانه قلنا الضخ بتاع القلب عم يبقى قوي، فعشان يوزع الاجزاء الجسم، عشان كده لازم يبقى لازم يبقى الارتري دوت سيك، لازم يبقى الارتري ده سيك يعني سميك. تمام. انما الفين العكس بتاعه اللي هو سين وولز، اللي هو جدار
رقيق. تمام. الشريان قالك البلس فلو اللي هو التدفق، النبض بتاعه ممكن تحس نبض. تمام. النبض بتاعه عم يبقى قوي شوية، انما سموز فلو التدفق السلس او النبض بتاعها سلس، او التدفق بتاع الدم يبقى فيها سلس، اللي هو ماشي ببطء بمعنى صح. تمام كده. تمام. الارتري دي نار والليمن يعني تجويف ضيق. ليه تجويف ضيق الارتري؟ قلنا برضو لان الدم هيبتدي يضخ لازم يبقى ضيق عشان يوصل لجميع اجزاء الجسم كله. تمام. انما الفين ده عادي لا يكون واسع، اللي هو لارج ليمن، اللي هو تجويف واسع. لازم يكون واسع ليه؟ لان هو ما يرجع الدم للقلب، فعشان كده هيكون واسع. تمام. الارتري نو فيزلز، مفيش صمامات، مفيش فالفز، قصدي صمامات مش فيزلز، مش اوعية دموية، لا دي صمامات فالفز. تمام. يبقى نو فالفز، مش موجود صمامات خالص. انما الفينز موجود فالفز برضو بريزنت، اللي هي الصمامات. ليه؟ لان هو الوان دايركشن بتاعها، هو كده الدم عم يرجع للقلب، يروح ضخ في الوريد، يروح ضخ قصد في الشريان عشان يوزع. ما فيه هتكفي ليه؟ ما انت عم تضخ على طول. انما الوريد بقى يرجع الدم عشان لما يجي القلب يضخ ما يدخلش دم في الوريد. ففي الفالفز في صمامات هنا اللي تكفي الوريد اثناء الضخ وتفتحه اثناء تقفله اثناء الانقباض وتفتحه اثناء الانبساط. تمام كده. تمام. بعد كده اخر حاجة قالك ان البلاد ريتش ان اوكسجين، البلاد غني بالاكسجين في الارتري، في الشريان طبعا، لان الدم هيبقى لسه ضاخخ في الجسم، فان هيبقى غني جدا بالاكسجين. يعني اكسبكت بالمونري ارتري، يعني باستثناء الشريان الرئوي ما عدا البلمونري ارتري، ما عدا الشريان الرئوي، باستثناء الشريان الرئوي. خلي بالك من هذه. تمام. يبقى الارتري عم يبقى غني جدا، او الدم اللي موجود في الارتري عم يبقى غني بالاكسجين اكسبكت ما عدا البلمولاري ارتري، ما عدا الشريان الرئوي. تمام. انما الفين الوريد البلاد بور ان اوكسجين، يعني غني بالاكسجين ما عدا برضو البلمولاري فينز، ما عدا الاوردة الرئوية. يبقى الاوردة الرئوية ديت ليها حالة خاصة سواء في الارتري او في الفينز. تمام. يبقى عرفنا الديفرنس بين الارتري وبين الفين. تمام. نقول تاني عشان اللي ما فهمش يفهم، بس ان شاء الله كل حاجة سهلة وكل حاجة فهمتوها بإذن الله. الفرق بينهم تاني على السريع، قلنا ان الارتري دوت عم يحمل الدم من القلب يوزع الاجزاء الجسم، انما الفين يرجع الدم تاني للقلب. تمام. الارتري ده الضغط بتاعه لازم يكون هاي بريشر، تحت ضغط مرتفع على طول، انما الفين لو بريشر الضغط بتاعه منخفض. تمام. الارتري الوولز بتاعه لازم يكون ثيك، لازم يكون سميك، انما الفين ثين عادي، اللي هو الجدار بتاعه رقيق. تمام. وقلنا لك برضو ليه. تمام. الارتري قال لك البلس فلو اللي هو التدفق بتاعه موجه فيه نبض، التدفق قوي، فعشان كده ما يديك النبض قوي. تمام. انما الفين الوريد قالك سموث فلو التدفق بتاعه سلس وخفيف كده، فعما يديك النبض بصورة خفيفة، او لازم تعمل له بلبيت عشان تحس النبض فيه. تمام. جالك الارتري ده النارو ليمن اللي هو التجويف بتاعه ضيق، قلنا عشان يوزع برضو الدم في اجزاء الجسم اثناء الضخ بسرعة كبيرة. تمام. انما الفين ده لارج ليمن عشان ما يرجع الدم في فالف في صمامات. تمام. الارتري قالك نو فالف، الارتري ما فيهوش صمامات، انما الفين في فالفز في صمامات. تمام. الشريان ده غني جدا بالاكسجين ما عدا البلمونري ارتري اللي هي الشرايين الرئوية، ونفس الكلام الفين، بس هو قليل من الاكسجين، بور ان اكسجين، يعني فيه اكسجين بس نقص الاكسجين فيه، يعني الاكسجين فيه قليل جدا. تمام. ما عدا برضو البلمولاري فينز، ما عدا الاوردة الرئوية. تمام كده. تمام. نيجي بقى لاخر حاجة معانا وهي
الفين اوف ابر لمب، الاوردة الموجودة في الطرف العلوي. قالك الفينز اللي موجودة في الابر لمب مقسمة لنوعين، يا اما سوبرفيشال فين يا اما اوردة سطحية او ديب فين يا اما اوردة عميقة. الاوردة اللي باينة على السكين من بره يا اما تكون ديب فينز، اوردة عميقة. تمام. قالك ان الفينز اوف الابر لمب زي ما قلنا يا اما سوبرفيشال فينز يا اما ديب فينز. تمام. بعد كده اخر حاجة اللي هي الليمفاتيك سيستم، اللي هو الجهاز الليمفاوي. كده احنا خلصنا الفينز والبلاد فيزلز كلها اللي هي الاوعية الدموية، وحكيتها مع الفينز والاوردة والكابيلاريز اللي هي الشعرات والكلام ده كله. يا رب تكونوا فهمتوني، يا رب تكونوا فهمتوني وما تضيعوش تعب. ما تنسوناش في دعوة، تدونا دعوة حلوة يا رجال، والله بنتعب عشانكم. تمام. بعد كده الجهاز الليمفاوي اخر حاجة معانا عشان تبدأ فصل جديد بمعنى صح او حاجة جديدة. يبتدي يكلمك عن عن الكاردياك، عن القلب وما فيه وحواليه والحوارات دي كلها، حوارات احنا ملناش دعوة بيها اصلا، عارف، بس يلا زي بعض استحملوني. تمام. يبقى نبتدي نتكلم عن الليمفاتيك سيستم اللي هو الجهاز الليمفاوي. قالك ان الجهاز الليمفاوي او الليمف ده is a clear fluid present in lymphatic vessels. الليمف دوت عبارة عن سائل صافي، سائل فلويد كلير، سائل نظيف جدا، كلير نظيف. تمام. قالك موجود في الليمفاتيك فيزلز، موجود في الاوعية الليمفاوية، باصص ثرو الليمف نودز، عم يبتدي يمر عبر الليمف نودز اللي هي الغدد الليمفاوية. هتقول له كل ليمف في ليمف، كله ليمف في ليمف، ملناش دعوة بيه. تمام. ترن باك تو ذا بلاد عشان يعود الى الدم مرة تاني. تمام. يبقى الليمفاتيك سيستم اللي هو الجهاز الليمفاوي دوت عبارة عن سائل كلير، سائل نظيف او صافي جدا، بريزنت موجود في الليمفاتيك فيزلز، في الاوعية الليمفاوية. في اوعية ليمفاوية خاصة بالجهاز الليمفاوي، هبتدي يمر فيها الغدد الليمفاوية، تسحب الغدد الليمفاوية عشان تعود للبلد مرة تاني. يبقى ده الليمف او الليمفاوي او الليمف الموجود فيها كلير فلويد، دي سوائل صافية جدا موجودة في الليمفاتيك فيزلز، في الأوعية الدموية، باصص ذروع عم تمر خلال الليمف نودز اللي هي الغدد الليمفاوية، تو ريتيرن باك عشان تعود للبلد. تمام. قالك the vessels they carry lymph to nodes are called afferents. يعني الكلام ده قالك ان الفيزلز تسمى الاوعية لما تحمل الليمف الى اللي هي قصد الغدد الليمفاوية، عم تسمى الأوعية لما تحمل الغدد الليمفاوية اللي هي الافيرانتس اللي هي الوافدة، بمعنى صح عم تحمل يعني واخدة ورايحة. يبقى ده يقول لك واحد جاي علي يعني وافد بمعنى صح. while this carrying lymph from nodes are called، اللي عم تيجي تحمل بقى الأوعية من الليمف او لما تيجي تسمى الأوعية لما تحمل الليمف تسمى الافرنتس اللي هي الصادر. يعني واحد لما يقول لك ياخد مني ده ما يصدر مني، انما ما يجيب لي يبقى ده وافد ليا او جاي عليا. تمام. يبقى الأوعية اللي عم تحمل الليمف، تمام، الأوعية لما تعمل كاري الليمف تو نودز، لما تحمل الليمف النودز للغدد الليمفاوية ديت، تحمل الليمف الغدد الليمفاوية تسمى الافيرانتس اللي هي الوافدة. انما اللي عم تبتدي تنقل الليمف من النودز، يعني تسحب الليمف من النودز من الغدد الليمفاوية ديت تسمى الافيرانتس اللي هي الصدر. يبقى واحدة عم تودي الليمف للنودز الغدد الليمفاوية تسمى الافيرانتس اللي هي الغدد الليمفاوية الوافدة. انما لما تيجي تسحب الليمف من النودز، تيجي تسحب الغدد الليمفاوية، تيجي تسحب قصد الليمف من الغدد الليمفاوية تسمى الافيرانتس اللي هي الصدر. تمام كده. تمام. ديت الحتة اللي كلمك عنها في الجهاز الليمفاوي بس. وكده خلصت المحاضرة بتاعتنا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوني. تمام. واتمنى تدعمونا وتدعونا دعوة حلوة من كل قلبكم، وان شاء الله على طول كده تمام نساعدكم ونقف جنبكم في كل حاجة، واي حاجة احنا محتاجينها احنا تحت امركم في اي وقت طبعا. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.